عن جد. تعالوا نتخيل انه بلبنان بلد نفطي شو ممكن يتغير. اول خطوه مثلا بعد النفط بيتبرع لبنان للسعوديه ب5 ملايين دولار. تخيل انا مثلا حضرتي بصير اسمي الشيخ عادل بن انطوان بن يوسف آل كرم. مثلا جبران وزير الخارجيه بصير اسمه جبران بن جرجي آل باسيل الاول العهد. وبصيروا كل الفنانات الخليجيات يغنوا باللهجه اللبنانيه. مثلا تخيلوا نبيل شعيل تحت النخله وعم بيغني رح حلفك بالغصن يا عصفور. عم تخيلوا عم بيفحط. بصير يوصلوا على المدرسه بقى بالجمس، وب 18 بتجوز على حساب الدوله. برنامج على الام تي في اللبنانيه اسمه هيدا حكي، الظاهر ما شاء الله المذيع دمه خفيف بزياده، فقاعد يقول تخيلوا لو لبنان فيها بترول والسعوديه دوله فقيره، كان انا اسمي طوني ابن اشقر ال اشقر وعندي سياره جمس عم فحط فيها وحوص. لا يا حبيبي الموضوع مو كذا، لو انه لبنان فيها نفط والسعوديه دوله فقيره كان جيتك انا بشهاده مكرفته انا ومرتي، وطلعت بي ام دبليو ما ادري من فين جبتها انا ومرتي، وكمان كان صرت مديرك انا ومرتي، واحص بالبي ام دبليو بوسط بيروت انا ومرتي.